ملكة اليوتيوب. هاي الطبخة اليوم. شوفوا لي على الجناح كيف فارت. شوفوا لي الصدر. تفرجوا اللون الأبيض من جوا. تفرجوا كيف دايب اللحمة. هاي تفرجوا. جيبوا لي دجاجة وتعالوا معي لنعمل أحلى وأطيب طبخة مدللة اليوم راح أعملها. جبت دجاجة كاملة قطعتها بالنص، شايفين؟ نصين هيك بدي إياها، مغسلة منظفة، وإذا في يكون عندكم مجال تحطوها شوي بالخل ربع ساعة. طبق اليوم هو راح يكون صينية بطاطا. هيك بدي 3 حبات بطاطا مقطعين هيك، فيكم تقصوها بالنص. عندي نص بصلة عاملة جوانح أنا، 7 أسنان توم، 5 معالق لبن، وعندي هون تشكيلة بهارات عبارة عن معلقة هيل، معلقة ماجي بودرة، معلقة بابريكا حمراء، معلقة زنجبيل، وعندي هون معلقة 7 بهارات، وعندي هون نص معلقة بصل، وعندي هون نص معلقة فلفل أبيض، عندي نص معلقة كركم، عندي هون تقريبا براس المعلقة شوية قرفة، وعندي هون شوية كزبرة يابسة، نص معلقة ملح، عندي ليمونة عصرتها أنا تقريبا طلعت معي هيك. برشة الليمونة نفسها قبل ما أعصرها ببرش بس الصفار، لأنه إذا برشته ووصلته للبياض راح تمرمر معاكم. وعندي هون معلقة ونص دبس فليفلة، خردل معلقة صغيرة، قرنين فليفلة حد، وعندي نص كاسة شاي زيت زيتون. هاي المكونات اللي راح أعمل فيها صينية البطاطا. اللي شاف الفيديو السابق شاف تتبيلة الشيش الطاووق وشفتوا كيف عملتها، تقريبا نفس الشيء، بتعطي طعم للدجاج ما بتنوصف. بالنسبة للبطاطا يا جماعة أنا قطعتها وجهزتها، ومثل ما شايفين حطيتها بمي باردة مشان ما تسود معي البطاطا، بخليها على جنب مشان أبلش بتتبيلة الدجاج. هلا راح أحتاج أنا جات مثل ما شايفين، وأهم شي يا جماعة الكفوف. اللي بيحب يلغوص يلبس كفوف، لأنه تعملوا لي إياها هيك بالمعلقة أو بالخفاقة هاي ما بمشي الحال. إذا ما لغوصنا لغوصة هيك بالدجاجة ما بمشي الحال، ما بتطلع طيبة الأكلة. هلا بنلبس الكفوف، بدنا نجهز تتبيلة المدللة الدجاجة. اللبنات، البهارات اللي عندي هون هاي راح اكتب لكم اياها انا بصندوق الوصف وانتم فيكم تشوفوها. هلا حطينا البهارات على اللبن، وهلا هون بنحط خردل ودبس الفليفله، التومات. التوم كتير بس الدجاج بحب التوم كتير. برش الليمونة، عصير الليمون. راح احط الزيت مثل ما شايفين جاهزة. نعمل لها تحريكة. الله وكيلكم ريحة، يعني والله التتبيلة اللي انا بعملها تتبيلة مدللة. اللون اللي بعطيكم اياه بجنن. هلا هيك شوفوا ما احلى الالوان. هلا بدنا نحط الدجاجة الاولى ونخليها تسبح. يا ويلي، انا مو اول مرة بطبخ هيك الصينية يا جماعة، كتير طابخة هيك وفي عندي اكتر من طريقة لإلها. هلا حطينا الدجاجات مثل ما شايفين،
بنحاول نخلي التبلة توصل لكل مكان بالدجاجة. ما في داعي لا تعملوا له فتحة من الفخذ، لا تعملوا له فتحة من السفينة أو الصدر، ولا تحطوا تحت الجلد التتبيلة. التتبيلة راح تاخدها الدجاجة، بس تحطوا توم بالتتبيلة الدجاجة لحالها راح تفتح قلبها وتقول للتتبيلة تعالي فوتي على مسؤوليتي. شايفين كيف طلعت؟ حتى هاي تتبيلة شوي، الله وكيلكم. هيك بدي اياها. هاي راح نغطي عليها ونتركها تقريبا نص ساعة. أنا ما بدي أطول عليكم بالفيديو، نص ساعة بس. إنه يفضل إذا بتحطوها تقريبا 4 ساعات أو 3 ساعات مش مشكلة، بس فيكم تطبخوها بعد نص ساعة كمان ما في مشكلة. هلا إذا بتحبوا أنتو مشان يعني ما تطول كتير بالفرن، بتخلوها هون مثلا بالتبلة 3 ساعات لحد 4 ساعات. هيك الدجاج مع الليمون ومع الخردل لحالها صارت نيفا بدون ما تدخلوها الفرن. لهيك أنا هلأ مشان ما أطول راح أخليها نص ساعة أغطي عليها، وبعدين نكمل معاكم ونورجيكم شلون بدنا نكمل وصفتنا اليوم. وبعد نص ساعة العروس منقوعة بالتبلة، صار وقتها وصار وقت نكمل الشغل. جات مثل هيك للفرن، اللي موجود عندكم استعملوه. صفيت البطاطا من المي، شايفين القياس هيك يكون. كشف على التبلة، والله الريحة قسما بالله الريحة بتجنن. شايفين نص ساعة وبتحسوا انه طريت وشربت يعني منيح. هلا نحطها على جنب. انا استخدمت زيت زيتون لانه هاي التبلة ما راح اكبها، انا بدي اياها. طبعا قلت لكم الدجاج منظف ومغسول ومنقوع بالخل، فالتبلة نظيفة وحرام انا ما بدي يعني استغنى عنها. التبلة اللي زادت عندي بنجيب هالبطاطات وبننزلهم بقلب التبلة. هلا بنبلش تقليب بهالبطاطا لحتى تاخد كلياتها من التبلة. شايفين اللون ما أحلاه؟ اللهم صل على النبي. صلوا على النبي يا جماعة، صلوا على النبي، صلوا على النبي. واطبخوا مثل ما أنا عم أعمل لكم، والله العظيم امشوا بالخطوات اللي أنا عم أسويها وراح تاكلوا أكل فعلا فعلا طيب. أنا هاي مو أول مرة بطبخها، هاي الطبخة على طول بطبخها وبعرف شو طابخ. وكتير في ناس على فكرة جربت الوصفات تبعيتي وشكرتني عليها وقالت لي طلعت كتير كتير ظابطة وطيبة. فامشوا على طريقتي وما بتخسروا بإذن الله تعالى. هيك أخذت البطاطا كل التبلة. هلا بدي أفضيهم بالجات. البصلات الجوانح كمان ضفناهن، نعمل لهم هيك على الخفيف. أنا ما حطيتهم مع البطاطا من أول مشان ما يتكسر البصل ويضل عاطي الحجم اللي أنا بدي إياه. هيك صينيتي جهزت ووزعت البطاطات. حط قرنين الفليفلة وبدنا نحط الدجاجات، نقعدهم هون وواحدة من هالطرف. بهالشكل هاد بنحط الدجاجات على البطاطا. هلا بدنا نحط لهم ورق زبدة ونلفهم بالقصدير
لازم الفرن تشغلوه قبل بربع ساعة مشان ما ياخد وقت ويطول لحتى يسخن. ويا جماعة بعض الناس في عندهم الفرن شغال بس من الطبقة الفوقانية، من الطبقة الفوقانية بتستخدموا درجة حرارة 200 لحتى يسخن من تحت، وبتحطوا الصينية بآخر شي على أرضية الفرن. واللي عنده الفرن في موجود عنده تسخين من تحت ومن فوق بيستخدم بس من تحت على درجة حرارة كمان 200، وبيخليه بأرضية الفرن. مي مغلية ما تكتروا، تقريبا كاسة شاي أو أكتر بشوي. هاي المي بس لحتى تعطي بخار للدجاج ويستوي. جبنا ورقة الزبدة، ومثل ما علمتكم أنا بالفيديوهات القديمة إنه ورقة الزبدة حطوا لها شوية مي لحتى ترتاحوا بالشغل فيها. ورقة الزبدة يا جماعة بدي أحطها على الوش أنا مشان ما يلزق الجلد بالقصدير. هيك تمام. قصدير سميك بستخدم طبقة واحدة، واللي عنده القصدير جاي رقيق استخدم طبقتين مثل ما انا عامل. انا هلا استخدمت طبقتين هيك صار سميك عندي. حاول نسكر عليهم مظبوط حتى ما يتسرب الهواء من الصينية. الفرن بتشغلوه قبل بربع ساعة مثل ما حكيت لكم، بتحطوه على أعلى درجة حرارة، وبس تنزلوا الصينية بتنزلوا الحرارة على 200 أو 180 إذا بتحبوا يستوي على الهدى. يعني من 180 لل 200 بيشتغل معكم. هلا أنا شغلته مثل ما حكيت لكم قبل بربع ساعة درجة حرارة 250. أنا بحبهم يستووا على مهلهم، بخليه على 180 لحتى يعطيني استواء مدلل مثل ما أنا بحب. هلا راح ناخذ الصينية، ومثل ما حكيت لكم على آخر طبقة بالفرن راح أنزلها، سكر عليها، وبنخليها تقريبا ساعة لحتى تستوي مزبوط. هلا راح اترككم انا وارجع لكم بعد ما تستوي الصينية، وافرجيكم عليها كيف بتطلع بعد ساعة وارجع لكم. هلا بعد ساعة بالفرن مثل ما خبرتكم راح اطلع الصينية ونكشفها سوا ونشوف كيف صارت معنا. هلا بنحط الفرن على الطبقة الفوقانية مشان نرجع نحمرها وتعطيها لون مرتب. بسم الله الرحمن الرحيم. اوه شوفوا لي هلا الدخان والبخار اللي بيطلع. يا ويلي يا ويلي يا ويلي. شوفوا هالمنظر، طلعوا وصلوا لي على النبي. الدجاج لحاله منتهي، متأكد أنا 1,000,000%. هلا راح أرجع أدخلها بالفرن 10 دقايق لحتى تتحمر، وبدي أحطها أرفعها على الطبقة الفوقانية تقريبا بالنص، نحط الشبك بالنص، وبنرجع بنعطيها تحميرة حتى تاخذ لون مرتب وبتكون استوت. هلا بس تتحمر وتخلص بفرجيكم عليها كيف طلعت وبورجيكم استواءها. راح اطفي عليها الفرن ونطلعها. يا عيني يا عيني، شوفوا لي هالمنظر وشوفوا لي هاللون، شوفوا لي لون هالفروج، والله كأنه مشوي على الفحم والله. اوه شي مرتب وشي مدلل، والريحة لحالها بتحكي عندي. سلطة خيار باللبن بدي أقدمها معه، وبدنا نشوف هلأ كيف بدها تطلع.
الطبخة معانا. الدجاج ببين معانا من الفخذ ببين الاستواء. شوفوا هون كيف رايح نيف العظم طالع. هلا بدنا ناخذ من هون هالشقفة هاي، تفرجوا لحالها راحت. تفرجوا لي على العظمة لحالها هلا بتطلع. شوفوا العظمة بدون لا أبرمة يمين ولا أبرمة يسار، اسحبوها دغري سحب. تفرجوا على العظمة، شايفين الاستواء؟ شوفوا الاستواء، والله رايحة نيبة. يعني شي مدلل، شي مرتب. الله يعطيك العافية يا أبو الخل على هالطبخات الطيبة اللي عم تطبخ لنا إياها. طعمه صعب تنوصف. والله الدجاج منتهي دايب، طعمة الثوم، طعمة البهارات فيها، والشوية اللي انشوت آخر شي عطتها كمالية، خلتها ملكة السفرة اليوم. هي اللدعة هاي اللي أخذناها. بدي أدوق لي لقمة بالخبزة مثل ما تعودنا، خبزة هيك نفتحها بالنص، نحط فيها حبة البطاطا. طبعا هي هاي بدها تغميس لازم، بس أنا هلا على الماشي بدي أدوق. مم. 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 شو مدلل رائع. تعالوا شوفوا لي هون كمالة الفروجة، شوفوا لي على الجناح كيف فارت، شوفوا لي الصدر. تفرجوا اللون الأبيض من جوا، تفرجوا كيف دايبة اللحمة. هاي تفرجوا لحالكم، احكموا وانتو ببين معكم كيف هالطبخة من منظر الفروج والطراوة اللي فيه. والله العظيم انه خالص منتهي. تفرجوا الذوبان، البطاطا بتجنن، الصوص اللي فيها بجنن، يعني طبخة توب توب توب. شكرا لدعمكم حبايبي، وبتشكر كل شي شاف الفيديوهات تبعي وطبق الطبخات وحكانا وتشكرنا، وانا من ناحيتي بتشكره كمان انه جرب ويعني تابعني، وبتمنى متابعاتكم ودعمكم الي، وكل الشكر لكم حبايبي. تحياتي للجميع.